بتة، ولكنها تنتشر بالولايات المتحدة الأمريكية وفي شرق آسيا كاليابان وكوريا وفي الهند أيضا. هناك فرق تقدم عروضا مدهشة، والاطلاع أكثر على البلاك لايت وعروضه المدهشة. من الأعضاء المؤثرين الكابتن علي سالم والكابتن مشعل عبد العزيز، ويعتبر علي سالم مخرج للعروض، وهو من يقوم بالترتيب واختيار العروض، وهو كذلك أحد المشاركين على المسرح، لأن كل عضو يناط به المشاركة بالعرض والقيام بأمور أخرى تخدم الفريق. كذلك يضم الجندي المجهول بالفريق وأكثر شخص يتحرك بالعرض، وهو المفتاح الرئيسي بالعرض أنه مشعل عبد العزيز، الذي يتميز بخفة الحركة وسرعة البديهة. حدثنا عن خواطر الظلام والعروض التي يقدمونها والخطورة التي قد تتسبب بها الأدوات المستخدمة بالعرض. العروض اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي البلاك لايت عادة يعني ما عارفين بالضبط من فين انطلقت ولا درسنا هذا الموضوع. احنا في الحقيقة يعني لما بدينا نشتغل عليها يعني شفنا الفن هذا، مثلا شفناه أول ما شفناه في برامج اليوتيوب اللي هي نازلة المقاطع اللي من شرق آسيا في اليابان والصين، بس كانوا ما يستخدموا الإضاءة اللي هي تخفي الأشخاص اللي لابسين بالأسود كامل. هنا احنا شفنا برضه في أمريكا وفي أوروبا بيستخدموا اللي هي الإضاءات اللي هي اللبس كامل بس يكون عليه الإضاءة اللايتنج يكون عليه. وبعدين وفي كذا دولة ثانية مثلا في الهند في روسيا كذا كانوا بيشتغلوا عليها بطرق ثانية بدمج أفكار. احنا سوينا ايش؟ احنا اضفنا اللمبات اللي هي البلاك لايت هذه مع اللبس الاسود اللي هو في الاضاءه هذه ما بيبان تماما، فاي لون ثاني اللي هو الابيض او الفسفوري لايت او البرتقالي او الاخضر بيكون باين واضح. من هنا احنا بدأنا نسوي العرض حقنا. اول عرض سويناه كان فيه له تقريبا لونين او 3 الوان هي اللي اشتغلنا عليها للحق. بعدين رجعنا لما رجعنا يعني جدة وبدأنا ندرس الموضوع أكثر، وجدنا إنه في إمكانية إنه إحنا نطلع ألوان زيادة، وفي إمكانية إنه إحنا نضيف مواد. المواد هذه ما تحتاج أصلاً الإضاءة هذه، بتكون من الحالة تنور، واستخدمناها في العرض اللي هو الثاني اللي هو عرض الكواكب. الحمد لله يعني الحين بدأنا نطور في أنفسنا كثير. أغلب عروضنا لما نحاول نسويها نشوف الأفكار أول شيء، ايش الشيء اللي يخدم الفكره ويوصلها بطريقه مره واضحه بناء على السيناريو المكتوب. هنا ساعتها بنبدا نحاول نختار الالوان المناسبه، بنتعب في هذا الموضوع. يعني حقيقه من الاشياء اللي احنا بنشتغل عليها يعني مره مكلفه، وفي بعض الادوات اللي بنشتغل عليها والمواد تكون سامه، التعامل معها يكون مره بحرص. اغلب ادواتنا اللي بنشتغل عليها تكون في اللين، فاي دقه اي حاجه راحت فيها على طول. الشيء اللي خلاني اهميه في الستيج يعني الأهمية لأني خفيف حركيا، لياقة. طبعا لي في البريك دانس لي 11 سنة. طبعا كنت قبل خواطر الظلام كنت أقدم عروض طبعا لوحدي، كنت أقدم عروض في ملاهي جدة وفي أنحاء جدة يعني زي كذا، فكنت أقدم عروض بريك دانس، وجاني خبر عن خواطر الظلام وزي كذا، توكلت على الله توفقت فيها، فصرت ايش خلاص يعني صرت الاهم في الستيج في خواطر الظلام، فصرت حركيا كثير. طبعا اقدم مع خواطر الظلام رقص وزي كذا، فعشان كذا خلوني الاهم في الاساس خواطر الظلام. بس هذا متعب عليك، يكون العمل كله مرتكز عليه. هو ذا اللي تعبني اكثر واحد والله، هذا اللي تعبني. كيف يتعبك؟ في كل حاجه، اي شيء صعب مشعل، اي شيء صعب مشعل. لك ما شاء الله قادر انك تسوي شيء. مشعل عنده ميزتين، الميزه الاولى والاهم انه بيفهم بسرعه، وفوق كذا عنده حس ابداعي. يعني مثلا بتقول له الكتاب حيجيك من الناحيه هذه، فانت تسوي حركه معاه. يعني هو بيديك خيارات مره كثير في الحركه، فبحيث بيسهل لنا نحن الناس اللي وراه اللي كل لابسين اسود ان احنا نطلع اشياء ورموز ويعني ادوات تبسط الناس ونكون لوحات فنيه جميله.